أغني لكم موالا يرقص له الفرس وأحزن لبعدكم كمكة تبكي في الموال أندلس. ويقطف وارد ويشمه وشافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفان. انا جارتهم بالطاوله بس بالفن بالفرح. انا جارتهم. حتحلي لها مشكلتها؟ لا ما رح حللها مشكلتها لانه ما بتنحل، هي صعبه. درسني الرائد الفنان الله يرحمه خضير الشكرشي سنتين، لكن ما مارست الرسم يعني لا بالمهنه وانما اصبحت متذوق. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. الموسيقى غير الشعر ما؟ يا جميل طبعا، الاثنين رائع، الموسيقى والشعر الاثنين أساس واحد يعني ما ينفصلوش عن بعض أبدا. جواتك في شيء آخر ما في مكان يعني الوقت كأنه الزمن يعني كان الواحد قال شيء. لا طبعا اللي قال قبل كده رائع والحمد لله قلنا والناس انبسطت ولسه الناس بتنبسط الحمد لله. يوم جميل للكل إن شاء الله. ومبسوطين إنه في واحد مصري بيناتنا. ربنا يخليك، ده شرف لينا والله، احنا كلنا عرب واخوات يعني. اهلا وسهلا فيك. حبيبي زياره ولا مقيم؟ لا مقيم ان شاء الله، مقيم في تركيا، مقيم من فتره طويله. يعني الواحد اذا بده يحكي عن مصر بده مجلدات. لا يا حبيب القلب ربنا يخليك، مصر وسوريا الاثنين بلد واحد طول عمرهم يعني. اخر الشعراء هلا بمصر اللي هيك الناس بتسمعه مين؟ اخر الشعراء بمصر؟ لا هو حاليا الشعراء بيخرجوا من سوريا ما بيخرجوش من مصر. اذا اتكلمنا على الشعر فهنقول سوريا يعني حسب المعاناه. لا اخر الشعراء السوريين احنا ما فيش بعد نزار قباني بطن انجبت خلاص خلصت. الشعر العربي وقف، محمود درويش ونزار قباني وبعد كده خلاص. بس المكتوب يعني بمصر ما لا ينتسب. المكتوب مليح بس اللي غلب الشعر المصري الان بيغلبوا العاميه المصريه وده ما بيحبوش، لان انا العاميه المصريه ما بيخرجش بره القطر المصري فقط، لكن ما بتتكلم باللغه العربيه الفصحى تقدر تخاطب اي حد عربي. سمعنا شيء لو احرجتك. يعني ممكن اقول في الجمع المبارك ده: اضأتم ولا شمس برقيكم تكلم الخرس، صحراؤكم ديوان يؤخذ منه القبس، انهاركم روايه تحكي قصه الامس، هوس لحظه رؤيتكم رحماك يا هوس، لم يكن العيد دونكم لولاكم ما صلصل الجرس، يقول زمان فرقتكم حاولت من بجس، أغني لكم موالا يرقص له الفرس وأحزن لبعدكم كمكة تبكي في الموال أندلس. أحمد عيسى، أهلا وسهلا فيك، شكرا. لما تركبها الستات وتسرع مثل الطيارة. والله بدنا واحد هيك يطحش. ما لحالك جايه ولا معك حدا؟ ابني ما لحق صف سيارته فمشيت الباخر قبل. لا يلا الله يجمعكم. هلا صوري له ايه وارجيشه كان. لا ما بدي زعله، هلا بيزعل اكثر. لا ما خليت مي بالباخره، صار لها ساعه بتشرب. هلا شربت والله المي ظريف ما بفيد. ما يعافيكي. يعافيك، الجو حلو كثير. بنتك؟ بنتي ايوه. الله يسلمها يا رب. من وين؟ نحن سوريين مقيمين بالسعوديه. يا اهلا وسهلا فيكم. حلو الجو ما؟ كثير حلو والله يعطيكم العافيه، كثير يعني. بيتذكر الواحد اشياءه. ايه والله اكيد تذكر بلده واجواءه. مين جاي معك؟ بناتي 3. بناتي.
اكيد شايفه حالي فيه. شباب وينه؟ ما عندي شباب. يا صابره. الحمد لله. والله البنات يعني ما في احلى من البنات. ايه حنيتهم غير شكل. الله يسلمك يا رب. هيك شقيه عم مدللين انتم عند امكم. طبعا لكن لازم. مشوار بنطلع. طبعا. وين درستي انا تخرجت من هون من اسطنبول. شو الاختصاص؟ تخطيط مدن. الله يعيننا والله. اهلا وسهلا بيكي. وسنين وانا ماشي بشوق وحنين، عايزة اعرف بس طريقك فين، وان لقاكم حبيبي سلمولي عليه، طمنوني اسمراني عاملة ايه الغربة فيه. الله يجمعك. امين يا رب امين. شوفي الالحان القديمه ما احلاها. كتير. اي والله كتير. الطاوله هي اكثر وحده شغاله. انا عندي غنية عن الحنين وعن الماضي وعن بيوتنا وعن ذكرياتنا، بس خلص عزف اللي انا اطلع غنية. خلينا ناخذ بروفا هلا على الميكروفون هذا لنشوف. ذكرينا يا بقايا الامس فينا، ما اقسى الحنين، زادنا الشوق انينا، حدثينا عن حكايات الطفولة والبدايات الخجولة، كيف زارتنا عجولة، لملمينا من شتات يحتوينا، واسأل البيت الحزين هل لقيت كما لقينا، واسألينا واسأل القلب المعنى هل مضى الآباء عنا، كل ما في الحي حان جاوبينا. بس في لك كمان انا عندي على الهاتف اذا بدك انا بغني. خلاص صفقوله. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. والله انت الكرزه تبع الحفله. الله يسعدك. اي والله. انت الورده. اكثر واحد هيك بحب لفتي نظر. الفن، بحب الفن والضحك والبرح. ما الواحد مبسوط ليش لا؟ الحمد لله شكرا كثير. جايبين يعني اخذينك معك مشوار ولا انت اخذتيهم؟ لا انا جيت مع باسلة. انا يعني جارتهم بالطاوله بس. بس بالفن خلاص هلا بالفرح. انا جارتهم. اكثر شيء بتسمعيه هيك بتنبسطي فيه الحمد لله. الله يسعدكم، اسعدتونا. فلسطينية حضرتك؟ أردن يا ميت أهلا وسهلا. أهلين فيك. هي أغاني الأطفال ما يغنوا. أرنب بكتافه وما سمع كلمة أمه، وراح يتمشى بالبستان ويقطف وارد ويشمه، وشافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفان، وتخبى بجحر صغير وضاع الثعلب بالبستان، رجع الأرنب لأمه وعيونه مليان دموع، قالت له لا يا ماما. عم نحكي والله عن طلاب الجامعات هلا واليوس والسات وهاي القصص والجامعات الخاصة. يعني قابل للنشر. قابل للنشر. ايه عم تشكي يعني عم تقول شيء ولادها كانه مشكله. هلا مشكله السوريين كلياتهم انه الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه انه عم يكون صعب عليهم الطلاب السوريين يدخلوا جامعات حكوميه. ايه رح تحلي لها مشكلتها؟ لا ما رح حل لها مشكلتها لانه ما بتنحل، هي صعبه. شو هي؟ مشكلة عدم قبول الطلاب السوريين تحديدا في الجامعات. يعني اولا السوري لازم يكون له يعني
مساعدة عن غيره، يكون في شوي تغاضي باعتبار أنه السوريين اجوا يعني من ظروف صعبة، أو حتى اللي اجوا من دول تانية غير سوريا، مواجهة مثلا صعوبة التأقلم مع المجتمع، صعوبة اللغة أيضا، الجو البلد ككل، فصعب أنه يجي يتأقلم مع بلد ويعيش فيه ويدرس 16 مادة بلغة أخرى ويتفوق، وعندما يتفوق أو يجيب معدل جيد أو جيد جدا بيواجه مشكلة كمان دراسة اليوز، تحديد معدل عالي لازم يكون يدرس باليوز لحتى يقبل بجامعة حكومية. قدرة الأهل المادية لا تسمح، الرسوم يعني رسوم، حتى الجامعة الحكومية الآن غليت أسعارها جدا عن كم سنة، والجامعات الخاصة أيضا أسعارها غالية ليست في يعني في مقتدر الأهل. فيا ريت يكون في مراعاة للطلاب السوريين تحديدا بعمل مثلا منح مجانية أو شبه مجانية أو ممولة من قبل مثلا رجال أعمال أتراك أو عرب أو ممولين، مساعدة لهالطلاب لحتى يحققوا طموحهم ويعني يبدعوا وياخذوا درجات علمية أفضل ما يتجهوا لسوق العمل كحرفيين، وأن عندهم إمكانيات علمية ومواهب وقدرات يجب أن تستفيد منها تركيا أولا والعالم الإسلامي والعربي ثانيا. الله يعطيك العافية. كم شاب عندك؟ كم بنت؟ عندي شاب وبنت، هاي البنت وعندي شاب بالبيت. معك دكتورة إيمان تخصص مختبرات وماجستير مختبرات طبية. يا أهلا وسهلا فيكي. بدها صبر شوي، بدها صبر. الله يعينك. في حال ما زبطت الأمور الواحد يلاقي له طريقة إن شاء ثانية. الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني مشروع التعليم أهم مشروع يجب أن يمول، لأنه نحن محتاجين عقول. الآن نحن يجب أن نغزو العالم بعقولنا. معروف المسلمين والعرب هم أوائل يعني من قدم للحضارة كل علم وكل تاريخ، فأولى أنه نحن نرجع تاريخنا ومجدنا العلمي والحضاري، أولى من أنه يستغلنا الغرب بكل يستغلنا بتاريخنا وبعلومنا اللي سرقها، لكن إمكانياته العلمية الآن والمادية هي اللي أهلته لأن يغزو العالم. نحن أولى أن نغزوه بعقولنا وبفكرنا الراقي. من وين من سوريا دكتورة؟ والله أنا من معرة النعمان، بس كنت عايشة بالسعودية كل عمري. يا أهلا وسهلا فيكي. سلام والله. والدي مدرس سابقا مدة طويلة. أنا أيضا لي كمان خبرة بالسلك التعليمي، يعني يدرس المواد العلمية والطبية لطلاب المدارس والجامعات باللغة العربية والإنجليزية. ما غريب على أهل المعرة يعني موضوع اللغة. جزاك الله خير. يعطيك العافية. أهلا. شكرا لك. راضي ولو صرت عن أهل العشق عبره عالجت روحي فلم أحصل لها عبره. يا قلب ادعي ويا عين في عبره. على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون يا خيوم نحن وسود ما ظن المجنون ليلة ليلة قد جن بعض الجنون يا خيوم قد جن بعض تصبر اللي يحب هلكوني يا خيو اللي يحب ظلموني وفوقنا خلفون يا غفور النخل فوق مدري لا مع خده يا مدري القمر يعني شلونك؟ والله انا على الميكروفون وقت طلعت نسيت اقول مين في من العراق. لا من العراق. ايه طالما انت موجود كانه العراق كله هون. ايه اشكرك الله يسلمك. كيف صحتك؟ والله الحمد لله ماشي اليوم. نشاطك؟ والله يعني وياها مثل ما يقول نشاط شنو اجتماعي وادبي. نشاط. في شباب عم يطلعوا على العراق عم يعملوا معارض وعم يعملوا مجال الفنون التشكيليه. ايه انا مو تشكيل يعني متذوق للفن ناقد. لان انا درسني الرائد الفنان الله يرحمه خضير الشكرشي سنتين، لكن ما مارست الرسم يعني لا بالمهنه ولا وانما اصبحت متذوق. عندي فد رؤيه واكتب بعض الاحيان كتابات
نقديه او رؤيه فنيه عن بعض المعارض، عن بعض الفنانين. اي حدا بيقول عند دكتور المستشار بدكم تسالوه. اي حدا بصير عنده بده يستفسر عن شيء، بده يتوضح شيء، بيجي لعندك. يعني تقريبا الحمد لله. في ناس متواضعين، ما نريد نمدح بنفسنا اكثر من اللازم. بس لازم ندل على انه اذا بدكم شيء. الادباء والكتاب بالعراق ورئيسة فرع تركيا للمركز العراقي للثقافه والاداب. احيي ادبائنا هناك ببغداد جميعا يعني. بس العتب على الحكومه والوزاره ما جاي يعني يعطينا حقنا. يعني هاي المنحه الاخيره مال هاي السنه 22 اللي مضت حاسبين لنا 317. واحد راح مستلمها طالعه 305 هي، بينما بالبدايه كانت 1,200,000 بالبدايه. سرقوها صارت 1,000,000، انه بعدين قطعوها كم سنه رجعوها سووا 600. بس 317 والقبضوها 305 مو 317. تروح هاي فرهود كلها جوا العبايه. الله يعطيك العافيه. سعيدين بوجودك والله. اشكرك الله يسلمك، شكرا جزيلا. اشكرك يسلمك. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.